واقف، قاعد، نايم، ولا وضع منهم مريح. ظهرك وجعك وعضلاتك مشدوده وجسمك بيقول انا مش قادر اكمل كده. تجرب تمشي، تشد، تريح، ولا حاجه نافعه. الالم ثابت ومكمل. وسط الوجع ده اسمي بيتقال وانا اطلع واقول استنى، انا هنا. انا الدمره مش مسكن عادي، انا تركيبه ذكيه فيها ديكلوفيناك بوتاسيوم وميثوكربامول. واحد يحارب الالم والتاني يفك العضلات. ادخل جسمك، الديكلوفيناك يطفي الالتهاب والميثوكربامول يفك الشد، والعضله تقول اخيرا ريحت. الحركه اسهل، الشد يقل، الوجع يهدى، وترجع تتحرك واحده بواحده. بس لازم ابقى صريح معاك، ممكن بعض الناس يحسوا بوجع او حموضه في المعده، دوخه او نعاس، غثيان، صداع. عشان كده خدني بعد الاكل وبلاش سواقه. ما ينفعش تقرب لي لو عندك قرحه او نزيف في المعده، لو عندك حساسيه من مسكنات الالم، لو عندك مشاكل قويه في القلب او الكبد او الكلى، ولو انت حامل خصوصا في اخر الحمل او بترضعي. ولازم هنا استشاره طبيه. والكحول ابعدوا عني خالص. واهم حاجه تستخدمني صح، قرص بعد الاكل مره او مرتين في اليوم حسب كلام الدكتور، مش لفترات طويله ولا من غير سبب. انا الدمره، اسعاف ذكي وقت الالم، بسكن وبفك، مش بعالج السبب النهائي. ولو الوجع مكمل معاك فالدكتور هو الحل.